السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد، نتمنى تكونوا في اتم الصحة والعافية وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. مرحبا بكم في قناة شهوات مع جيهان. لعشاق البغرير فهاد المرة غادي نشارك معكم واحد البغرير اللي كيجي خفيف رائع زوين بزاف متقب بحال شي شهدة. غادي نحضروا معكم بدون دقيق ابيض ولا سميد، وكيجي غزال بزاف بزاف واللي فعلا كيستحق التجربه واللي مضمون 100%. واخا تكوني ما عمرك ما جربتيه، فقط يعني احترمي غير المقادير والطريقه ديال التحضير ديالو، غتحصلي ان شاء الله على نفس النتيجه وغتكوني راضيه بالنتيجه. الا كانت هذه اول مره كتزوروا القناه فما تنساوش تشتركوا في القناه، كذلك تفعلوا جرس التنبيهات باش دائما توصلوا بجديد الفيديوهات. قبل ما ندوزو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير، غادي نخليكم تشوفوا بعدا البغرير كيفاش تيجي. شوفوا معايا غير الشكل ديالو، الصراحه كيجي غزال بزاف وكيجي هكا كله متقب، وكلها كتجي هكا ناجحه وكيجي محمر وزوين بزاف واللي فعلا كيستحق التجربه. المهم بلا ما نطول عليكم، يلا نكتشفوا مع بعض المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. فغادي نبداو على بركه الله. غادي نحتاجو الفينو او لا دقيق القمح الصلب، يعني هنا في المغرب معروف بالفينو. غادي نحتاجو 3 ديال الكؤوس، يعني الكيسه اللي كيكونوا هكا معامرين مزيان من دقيق الفينو، واللي بطبيعه الحال هكا ضروري ندوزو هكا في الغربال. وغادي نديرو واحد نص معلقه صغيره ديال الملحه، ومعلقه صغيره اللي كتكون مملوءه جيدا من العسل. ممكن تعوضوها بمعلقه صغيره من السكر حبيبات. الا بغيتوا البغرير ديالكم يجي محمر يعني هكا من التحت، الا بغيتو هكا يجي مذهب ديروا له السكر او العسل. الا كيعجبكم هكا البغرير يكون بيض ما ديرولوش كاع لا العسل لا سكر. هنا كنديروا واحد المعلقه كبيره اللي مملوءه جيدا من الخميره الفوريه. وغادي نحتاج الماء. بالنسبه للماء البنات، الماء كيكون دافي، غير دافي، ما يكونش سخون بزاف، يكون يلا ديروا هكا فوق البوطه واحد دقيقه ديال الماء كان صافي وطفيو عليه، حيت البغرير ما كيبغيش الماء يكون سخون. فوا كيكون سخون راه ملي كتجيو تخلطوا البغرير ديالكم راه كيبدا كيطلق لكم الخيوط. هنا كيف ما شفتوا معايا ضفت 3 ديال الكيسان ديال الماء. انا هنا زدت معكم الكاس الرابع ديال الماء، يعني بنفس الكاس اللي عبرت به الفينو كنعبر به الماء. وهنا عندي نص كاس اللي كنضيفو حتى هو، يعني المجموع 4 الكيسان ونص. صافي هنا غادي نبدا كيف ما شفتوا معايا كنخلط غير بالخلاط اليدوي باش كينسجموا ليا هكا المكونات مع بعضياتهم. وكيف ما شفتوا هانتوما الخليط يعني هو هذاك. هنا واخا كيبان لكم ثقيل، ولكن راه غادي نديروه في الخلاط او لا، يعني في هذا الكاس ديال المولينكس. غادي نفرغ الخليط ديالي كامل. هنا كيف ما كتشوفوا يعني واخا ثقيل هكا واخا تشوفوه راه صافي غير نبدا غادي نطحن. راه غادي نوريكم كيفاش تيولي من بعد. غادي نطحنوا مزيان تقريبا واحد 5 دقائق. نتوما يعني كطحنوا واحد دقيقه عاوتاني تسكتوا شويه عاوتاني توليو عاوتاني تطحنوا. ضروري البنات تطحنوا مزيان باش تعرفوا البغرير ديالكم ناجح. هو ملي كتشوفوا هاد الحفره في الوسط، شفتوا معايا، يعني ملي كتكون الحفره في الوسط كتعرفوا الخليط ديالكم هو هذاك. غير كنطفيو عليه هانتوما شوفوا غادي تلقاو الفقاعات. هنا هاد الفقاعات دليل على ان البغرير ديالكم القوام ديالو هو هذاك. صافي انا هنا طحنت الخليط ديالي مزيان. صافي غادي نرجعو دابا البول. غادي نفرغ الخليط ديالي كامل. تبارك الله كتعطي واحد الكميه اللي هي مزيانه. انا هنايا غادي نطيبو في واحد المقله اللي كتكون كبيره. بغيتو تعطيكم كونتيتي كبيره ديروا في مقله صغيره ديال البغرير اللي كتكون خاصه بالبغرير. هنا غادي ناخذ واحد الكيس من خميره الحلويات اللي الوزن ديالها 8 غرام. غادي نضيفها حتى التالي، يعني من الافضل حتى التالي، ونزيدو معاه واحد المعلقه صغيره ديال الخل، او لا ممكن نديرو معلقه صغيره ديال العصير ديال الحامض. غادي نديروها هكا على هاد
على الخميره ديالنا باش كتفاعل. شوفوا معايا راها كتفاعل صافي. وغادي نبدا نخلط مزيان غير بالفوي. حاولوا انكم تخلطوا مزيان مزيان باش كينسجموا لينا. ولا ممكن انكم داك الساعات من كطحنوا الخليط ديالكم في الخلاط، داك الساعات الا بغيتو ديروا له الخميره ديال الخميرات الحلويات مع الخل وخلطوه وخويو مباشره. المهم اللي بغيتو بحال يعني نفس العمليه. هنا صافي كيف ما شفتوا بعد ما خلطت مزيان غادي نخلي الخليط ديالي كيرتاح واحد ما بين 5 دقائق حتى ل 10 دقائق. ما غاديش نخليوه حنا حتى يختمر ولا يضاعف الحجم ديالو، نخليوه غير يرتاح ما بين 5 حتى ل 10 دقائق. وداك الساعات نوجدوا المقيله ديالنا باش نطيبوا البغرير ديالنا ونوجدوه ان شاء الله سواء للفطور او للكوتي. صراحه كيجي غزال بزاف وما كياخذش نهائيا وقت كتير او لا شي مجهود اللي هو كبير. هنا المقيله انا خديتها، نتوما شفتوا معايا مقله كبيره. درجه عفوا النار كتكون عاليه، تكون هنايا مرتفعه شويه. صافي غير كتبداو تخويو الخليط ديالكم صافي كتجهدوا شويه على البوطه باش كتشوفوا انها بدات شوفوا معايا هنا راه بدات كتثقب. هنا مين كتبدا كتثقب كلها ديك الساعه نقصوا عليها ونخليوها باش طيب لينا من التحت. انا كيعجبني البغرير اللي كيكون مذهب هكا ومحمر، كيعجبني انا الصراحه. بغيتوا البغرير ديالكم يجي هكا عادي ابيض ما ديرولوش العسل او لا السكر. غادي نكمل الكميه كامله اللي عندي ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. وكان هذا هو الشكل ديالو من بعد ما ساليت الكميه ديالي كامله. صراحه كيجي غزال رائع زوين بزاف وكيحمر الوجه يعني وكيجي بنين بزاف. صراحه جاوني بزاف ديال التعاليق عافاك ديري لنا بغرير بدون دقيق ابيض، ولبيت لكم الطلب. وكنتمنى نكون وفيت بالوعد ديالي، وكنتمنى ما تبخلوش عليا باللايكات والتشجيعات ديالكم وتبارطاجيو لا فيديو باش تعمل فائده وكل شيء يستافد من هذه الوصفه. واللي جربتها فيكم تخلي لي الراي ديالها في التعاليق. شوفوا معايا راه البغرير كيجي غزال البنات صدقوني، كيجي خفيف وصحي وزوين بزاف وكنتمنى انكم تجربوه. شوفوا هنا راه كيف ما قلت لكم كيجي هكا محمر مذهب، انا كيعجبني هكا وكيجي البنات هكا مشعب وكيجي غزال ما تشبعوش منه هكا مع شي عسيله مع زبده بلديه وعسيله شي كويس ديال اتاي ويا سلام بالصحه والراحه. وكانت هذه الوصفه ديالنا ديال اليوم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. خليتكم على خير، بسلام عليكم.